هنتكلم النهاردة مع بعض عن شرح البيفت تيبل. طبعا احنا البيفت تيبل ما ينفعش نجيبه بحلقة واحدة، لأن هو البيفت تيبل موضوع كبير وهو اوبشن كويسة جدا جدا في الإكسل. وغالبا معظم اللي بيشتغل إكسل بيستخدم بيفت تيبل، وبيستخدم لعلاج أكتر، بيستخدم في معالجة البيانات أو بيستخدم في تحليل البيانات. وهنتفرج مع بعض ونشوف دلوقتي خصائص واستخدامات البيفت تيبل بشكل عملي. أول حاجة عشان أستخدم بيفت تيبل لازم البيانات بتاعتي تكون متسلسلة تحت بعضها في أعمدة غير مكررة. البيانات مسلسلة تحت بعض في أعمدة غير مكررة. يعني أنا هنا عندي عمود اسمه الفرع، ما ينفعش يكون عندي كولم تاني أو عمود تاني اسمه الفرع، هو عمود واحد بس، وكل الفروع هتتكرر تحت منه. هنتكلم مثلا عن فرع اسمه فرع، مثلا أنا بدي أي مثال، الغربية. الكود وهو كود مثلا أي كود، هنستخدم مثلا أصناف محددة، فأنا هتكلم عن كود الصنف. كود الصنف واحد اتنين تلاتة. الصنف ده ليه بلان، عبارة عن بلان فوليوم أو هدف كمية وهدف قيمة. أنا بستخدم البيفت تيبل على بيانات افتراضية، ولكن أنت في مجال شغلك تقدر تستخدمه على أي بيان أنت بتشتغل عليه. وبعد ما نخلص الفيديو لو حسيت إن أنت مش قادر تطبق اللي إحنا قلناه على شغلك، ممكن تبعت لنا فايل وتكلمنا، وإحنا هنرد عليك وهنشرح لك الفايل وهنطبق لك عليه البيفت تيبل ونعلمك إزاي تشتغل عليه. الفوليوم بتاعته نفترض إن هنا 1100 كرتونة. ال100 كرتونة الفاليو بتاعتها أو القيمة 1000 جنيه. والديفيجن أنا بستخدم ديفيجن، هستخدم مثلا إن الفرع ده بيشتغل على ديفيجن أو تقسيم اسمه مثلا كوست بلس. والبرانش الفرع بتاعه هو فرع باص برضو الغربية هي. بص، أنا لو كتبت هنا، لو خليت كلمة برانش دي عبارة عن الفرع، فبرضو كده البيفت تيبل مش هيقبل يشتغل معايا، لأن أنا عندي فرعين بنفس الاسم. ولكن هكتبه بلغة إنجليزي برانش، وهكتب برضو إن هو فرع الغربية. الريجن بتاعه ده تبع إقليم الدلتا. المبيعات بتاعته فاليو عبارة عن مثلا 800 جنيه، والفوليوم عبارة عن 80 جنيه. ده عبارة عن مبيعات اسمها مبيعات اوت، وفي مبيعات ان نفترض ان هي 1000 جنيه، وادي 100 كرتونة. الفوكس براند ايا كان نسميه مثلا شوكولاتة. الكاتيجوري نسميه برضو الشوكولاتة. البراند بتاعه مثلا ماندولين مثلا يعني. السب كاتيجوري بتاعه ماندولين 2 صباع. والاسم بتاعه اسمه ماندولين 2 صباع 40 جرام مثلا، بطارية أي بيان. طب افرض فرع الغربية ده موجود معاه صنف تاني، فهنكرر تاني الغربية هكتبه تاني، وكود 456 معاه 50 كرتونة ب500 جنيه. وادي الديفيجن أو التقسيم بتاعه اختلف، بقى تقسيم اسمه مارجن. وادي البرانش هكتبه مثلا الغربية تاني تبع إقليم الدلتا. والفوليوم بتاعته أيا كانت أرقام، أي أرقام بنحطها عادي. هنفترض إن البلان أو الكود ده تبع فوكس براند اسمه مصاصة. الكاتيجوري بتاعه مصاصة. البراند بتاعه مصاصة بيج. ادي هنا مصاصة دبل تويست السب براند.
المسمى بتاعه دبل تويست بيج 15 جرام. كده اقدر اشتغل بيه بالتيبل. ليه؟ لان البيانات بتاعتي كلها متسلسله مع بعضها. انا بوريك ازاي اعمل داتابيز استخدم بيها البيفت تيبل. تعالى بقى نخش على داتابيز كبيره عشان ما نضيعش وقت اكتر في الموضوع دوت. ادي هنا دي الداتابيز اللي انا هشتغل عليها بيفت تيبل. بص البيانات قد ايه، نازل لحد 7000 لحد 6946 رو. وبص هنا الكولم لحد الكولم نمبر بي. طبعا انا البيانات دي لو انا بعتها لحد عشان يقرا ريبورت مش هيعرف يقرا، فبلخصها بشكل بيفت تيبل. تعالى بقى نبدا البيفت تيبل ونشوف هيبدا معانا ازاي. بسم الله. تعالى نهايد الشيت 2 دي نشتغل. هقف هنا واعمل حاجه اسمها insert pivot table. وبقول لي هنا select a table او arrange. اروح هنا للشيت اللي فيها الداتابيس بتاعتي، واقف من اول الفرع لحد اخر صف، لحد اخر كولوم واخر رو، واقول له اوكي. هو كده بدأ ينشئ معايا بيفت تيبل. والبيفت تيبل بتاعي هحط بقى البيانات اللي انا عايزها. احط هنا الدلتا، فنزل لي هنا، احط هنا الريجون فنزل لي القطاعات او الاقاليم بتاعتي. احط هنا البلان الفاليو، السيلز اوت فاليو، واحط البلان الفاليو. وكده لخص لي البيانات. انا هنا لو انا بشتغل على الداتابيز بتاعتي ورحت هنا، انا عايز اقرا الاقليم بتاع الدلتا ده محقق قد ايه، مش هعرف. ليه؟ البيانات كبيره. لكن هنا اصبح انا عندي ان اقليم الدلتا هنا اللي ظهر لي الشاشه اللي ظهرت لي دي فيها كل الاعمده اللي موجوده في البيفت تيبل او في الداتابيس بتاعتي هنا. من حيث اول عمود اسمه الفرع، وبعدين الكود، وبعدين المانثلي بلان فاليو. ادي الفرع وكود مانثلي بلان فاليو انا بحددهم زي ما انا معايا. فهنا البيفت تيبل عمل لي جراند توتال، جمع لي البيانات على طول، وقال لي ان البلان بتاعتك 34 والسيلز اوت فاليو 27. طب انا عايز اعرف النسبه. هنا هعمل معادلات جوه البيفت تيبل، وخليك معايا وركز باختصار. ادي هنا البيفت تيبل، من اول بيفت تيبل انالايز، واقول له هنا فيلد ايتم، فيلد ايتم and 6، اقول له calculate field. انا عايز اعمل معادله اسمها النسبه المئويه، فهنسميها النسبه. واجي هنا طالما هكتب معادله في البيفت تيبل فهبدا باف ايرور. هبدا المعادله اف ايرور وافتح قوس. ايه الكولوم اللي انا عايز اقسمه؟ عايز اقسم الكولوم اللي اسمه سيلز اوت فاليو. ادي سيلز اوت فاليو، هضغط عليه دبل كليك واقول له على الكولوم اللي انا هقسم عليه المانثلي بلان فاليو اهي. واقوم عامل كوما واعمل زيرو واقفل القوس واقول له اد. ادي كده هو عمل لي عمود النسبة، هحدده واقوم عامل هنا علامة النسبة. قال لي ان اول حاجة المودرن تريد محقق 3%، وهنا الاسكندرية محقق 57%، والدلتا محقق 118%، وهكذا. والجراند توتال انا كاجمالي شركة محقق 79%. طب انا اقدر اعمل بيفت تيبل. طب انا عايز اعرف الناس دي في الكاتيجوري. انا عامل هنا حاجه اسمها كاتيجوري مصاصات، عايز اعرف الناس دي في كاتيجوري المصاصه محققين كام. هقوم من البيفت تيبل انالايز، اعمل انسيرت سلايسر، وقال لي دي كل الاعمده اللي موجوده عندك. فانا هختار مثلا العمود بتاع الكاتيجوري واضغط اوكي واجيبها له هنا. انا لو ضغطت على البسكوت هنا هلاقي ان قال لي ان المودرن تريد ده بايع في البسكوت ب 3700 والبلان بتاعته 349. لو ضغطت على الشوكولاتة بص بدأ يغير لي الارقام. لو ضغطت على الطوفي بدأ يغير لي الارقام. وهكتفي معاك كده النهارده، ونستكمل في الحلقة التانية بالتيبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.